السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض السمك المقلي. بصراحة دي أكلتي المفضلة. سمك، فسيخ، رنجة، سمك مكرونة، أي حاجة من دي. بسارية. فدي أكلتي صراحة المفضلة. الأسماك والحاجات دي أحسن من اللحمة، أحسن من الفراخ، أحسن من أي حاجة. انا هنا مش خليت الراجل ينضفوله عشان ايه اوريهولكوا ونشوفوا مع بعض بيتنضف ازاي. طريقة سهلة كده وبسيطة. انا صراحة كان عندي مشطين من الاول في الفريزر وجبت عليهم 3 مشاط، وهو السمك مش كبير جو، هو وسط يعني. فزي ما انتوا شايفين كده يعني بنطفه كده. احنا برضو قلنا اللي بيجرف وبخلي الراجل ينضفوله عادي، هو براحته. بس حتى هو لو نضفه برضو انتي بتجيبيه في البيت تغسليه كويس. لان مش عشان احنا بناكل سمك يبقى نشم فيه مثلا ريحه زفاره او ريحه مش كويس، لا. لازم تمسك السمكه كده تشم ريحه ليمون، دقه الفلفل. حتى السمك المشوي ان جيت اشوي وشميت فيه ريحه زفاره مش خلاص مش هحبه. لازم تعملي الحاجه كده وتيجي تاكليها تشمي ريحتها حلوه. زي ما انتوا شايفين فتحنا بطن اهو يا جماعه. أنا بنضف في الكيس زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده الم الكيس اروح ايه ربطاه ورميه. فعشان كده بعمله كده على الناشف الاول، وبعد كده بجيب طبق وبعمله اقعد انضف بيه بقى واعمل كده بس في طبق. بس اني قلت اوريكم كده تحت المية ايه، اوريكم بيتعمل ازاي صراحة. اما لو انتوا مش معايا بجيب طبق وبحطه فيه وبقعد اعمل ايه انضف فيه كده بصبعي كده. السلسلة بيبقى فيها دم لازم ادني اطلعه. اي سواد اي حمار اي حاجة لازم تطلع. ماشي. عندك فرشة أسنان جديدة وانت عينيها يعني استعمليها. انما انا صراحة بحب اعمله كده. اي حاجة في شكلها مش حلو سودة حمراء لازم تطلعي كله. زي ما بوريكوا كده. ماشي. السلسلة دي بيبقى فيها دم لازم بايدينا ندنا نعيد عليها كده. وانا يا جماعة بعد ما بنطفه كده بسيبه بقى ايه 10 دقايق في مية وملح. يعني مش كتير 10 دقايق، وبعد كده اروح شطفاه وعامله له ايه التتبيلة بتاعته. كده انتي بتاكلي سمك مش عايزه اقولكوا بيبقى طعمه عامل ازاي، مش فيه زفاره خالص. بيبقى طعمه مسكر وجميل. جربوا بس يا حبايبي الطريقه دي. والله ان شاء الله هتعجبكم بامر الله تعالى. ماشي. فاحنا خلاص جربنا نخلص غسيل السمك اهو. بعد كده هنحط التتبيله دي كزبره ناشفه، كمون، كزبره ناشفه حصوني طحناه، وكمون وليمون. 4 ليمونات. لو كان عندي ليمون زيادة كنت زود، بس صراحة ما كانش عندي. أنا بفضل التلاجة عشان بروح بيت أهلي في رمضان وكده. أمي ربنا يديها الصحة والعافية ويرحم أبويا يا رب ويرحم أموات المسلمين. بروح أقضي معها رمضان لأن أنا مش هحس برمضان إلا مع أمي وفي بيت أمي. يعني مش عايزة أقولكم بحاجة تانية. يا ربنا يا رب يخلي أمي وأمهاتنا كلنا يا رب، مش يحرم حد من أمه أبدا ولا من أبوه. ويرحم اللي مامتها توفت ولا باباه يرحمهم يا رب. ويرحم أموات المسلمين جميعا. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي بنعصر الليمون عليه. وهنفضل ايه ندعك بقى في السمكة بالكمون، بالملح، بالليمون. زي ما انتوا شايفين كده. ومن جوه ومن الباطن برضو هنعمل برضو كده في الباطن. وهنحط شوية دجة عليه. الدجة دي انا عاملاها ده طحنت التوم مع الفلفل. وزي ما انتوا شايفين كده هنحط عليها دلوقتي. ماشي. وندنا ايه ندعك فيهم من جوه ومن بره ومن كله. لو السمكة اكبر من كده معاكي بفتحيها. ماشي. بس هو السمكة اللي لقيته وسط مش كبير قوي فهيتبل عادي وهيبقى حلو مش في حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين عمالة ادعك فيه اهو من بره ومن كله. بمسك سمكاية سمكاية وادعكها. صراحة امي ربنا يديها الصحة بتروح ماسكة الطبق وتقعد تقلب كده فيه كله بيتقلب مع بعضه، انا مش بعرف اعمل كده. وبخاف برضو على حاجتي المطبخ مثلا الالموتيل البوتاجاز حاجة تتطربش كده ولا كده. لان انا موسوسة قوي يا جماعة على فكرة في النظافة وموسوسة موت. فزي ما انتوا شايفين كده اهو عمال نتبل فيه. ماشي. ان شاء الله برضو حابة اصور لكم من عند ماما، هصور لكم هناك برضو الاكل وكده. ان شاء الله يعني في رمضان. وعايزه اقول لكم ان امي اكلها ما شاء الله يعني فظيع فوق الوصف. ربنا يديها الصحه والعافيه. اهو زي ما انتوا شايفين كده احنا تبلناها. تبلنا السمك اهو.
وبزود يعني في عصير الليمون قوي يعني، عشان مش كان عندي صراحة غير الاربعة دول. ماشي. وبعد كده هنحط له شوية خل، وهنحط له شوية مية. ماشي. اهو شوية مية. المية دي يا جماعة لما بتنقعي السمك في المية، في ناس بتعمله كده على الناشف عادي براحتك، بس انا بحط له المية. المية دي يعني بتخلي السمكة بيضة صراحة، وبتبقى حلوة. فأنا لازم بحط له مية زي ما انتوا شايفين كده، وبسيبه بقى نص ساعة. اهو هنحط شوية خل مش كتير، يا دوب ايه نقطتين كده، وبسيبه بقى نص ساعة. وبضوج الحدق دي اللي هنحط فيه السمك بعد ما يتبل كده، هنحطه ايه، نحطه بالدقيق، وبعد كده نجلي على طول. دي دقيق وكزبرة ناشفة وكمون، وقلبناهم مع بعض. وهنا هحط زيت كريستال علشان ايه نعمل الرز. وهو بوريكم السمك تاني اهو، سيبناه بقى نص ساعة. احنا سيبنا السمك نص ساعة. واحنا بنعمل ايه بقى، بندوج المية دي بلساننا كده، على طرف لساننا بصابعنا. اذا كانت المية حادقة بيطلع السمكة حادقة، اذا كانت مظبوطة بتطلع مظبوطة، اذا كانت دلع نزودي لها شوية. هنا السمك البصلة جليناها، مش نغمجها جوه، مش نحرجها عشان مش تبقى مرة، خليناها دهبي غامق شوية. حطينا مرقة، وحطينا كمون، فلفل اسود، وملح، وهنحط شوية سكر. ماشي. وهنحط دي الرز، وهنحط ايه معلقتين دقة. هتقولي ليه دقة وكده؟ طب بس جربوها، جربوها وهتعجبكم بأمر الله تعالى. طب جربوا كده بس وصفاتي دي، شوفها هتنجح معاكم ولا لا. ماشي. احنا هنا محتاج مية كمان، هزوده حبة مية وهغطي عليه واسيبه. ولما المية بتنشف من عليه بروح بقى ايه موطية خالص لحد ما وقلبه تجليبة، وخلاص على كده، ولا جستة وخلاص. هنا بقى بننفض بقى السمكة من الفلفل اللي عليها والثوم، وبروح ايه احط عليها الدقيق كده، وعليه الكمون، وعليه كزبرة عشان برضو تبقى ريحة السمكة وهي بتنجلي كده حلوة. ومش بنزله في زيت بارد، لا، لازم تسخن الاول الزيت وتحط عليه شوية دقيق كده، اللي لقيتيه يعني بتكتك كده مع بعضه خلاص، يبقى هو كده تمام. تروحي منزليه على طول السمك. لو لسه بارد لا، مش ينفع تنزلي السمك. ماشي. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين يا حبايبي السمك برضو يعني ايه، مش بحب انك تدنكي قلبي فيه كتير، يتهري منك، ومن النار مش بتوطى عليها، على السمك. فانتي مش دنكة قلبي في السمك. والله اني برفعه كده من تحت، ان لقيت لونه بقى ذهبي، دي السمكات التانية اهي بوريها لكم. وبعد كده هنروح نحطها مع التانية على النار. والله لقيتيه من تحت بقى ذهبي، يبقى خلاص تمام. مش لقيتيه ذهبي، يبقى اسيبه، مش هقعد اجيبه الناحيه دي واقول لك برجع تاني احطه يبقى ذهبي، لا، هيتهري معاكي، لان السمك انتوا عارفينه يعني حساس شويه ومش بياخد سوا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بروح رافعه كده من عند الراس ولا من عند الديل، لقيته بقى ذهبي بقلب على الناحيه التانية، وبحط الليمونتين دول عشان يبقى ريحه البيت ايه، مش فيه زفاره ولا فيه حاجه، اكننا مش عملنا سمك ولا عملنا حاجه. تمام. والله يا جماعه يوم السمك ده مش عايزه اقول كان بابا مبسوطه ازاي. كلام بيني وبينكم يعني. يعني اللي عايز يعزمني يعزمني على سمك، ماشي، مشوي، مجلي، اي حاجه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هو لونه كده كويس ما شاء الله. لو انت عيالك بيحبوه ناشف قوي براحتك، بس صدقيني انت كل ما السمكية تبقى دهبي او بس طرية عشان البطن العيال يعرفوا ياكلوه، يبقى كويس. اما لو انت البطن نشف معكي، البطن بالذات بيبقى حساس ومش فيه لحم كتير، لو نشف مش هتعرفوا تاكلوه. هنا بنحط معلقتين زيت اهو على الرز. عايزه كنت تجلي الاول وبعد كده تعملي البصله في زيت السمك براحتك، بس انا بحب اعمل مع بعضه عشان يبقى السمك ايه سخن، مش بحبه بارد، احب اطفي واكل على طول. ماشي. فزي ما انتوا شايفين اهو. لازم تصفيه كويس من الزيت. عينة مناديل حطي عليها، مش عينة مناديل حطي على ورق بس مش يكون مكتوب عليه. مش عينة ورق، ممكن رغيفين عيش تحطيهم جانب بعض كده وتطلع عليه السمك برضو هيشرب الزيت. ماشي. يعني اي حاجة ماشي امورك مفيش مشكلة. وهنا هاخد معلقة دجة كده احطها على السمك على السلطة بتطعمها. ماشي. وفي ناس بعد ما بيجلوا السمك بروح ماسكين ليمونه عصرين عليه، عايزه تعصري عصري. بس هو كان حلو كان جميل صراحه والله. والله الطريقه دي هتعجبكم. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.